حابة تقولي اسمك؟ لا المكالمة مذاعة على الهواء، موافقة بالإذاعة؟ طبعا. اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه. بصي انا عايزه اقول لحضرتك الاول انا بحبك جدا وبثق في كلامك جدا. يا حبيبتي أهلا وسهلا، أهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. بصي يا استاذه مروه، انا متجوزه في بلد بعيد عن اهلي امم. بكتير. امم. تمام، بابايا ومامتي منفصلين عن بعضهم. تمام. تمام، بابايا الله يرحمه ومش سايب لنا اي حاجه، امم. ومامتي متجوزه حد تاني وجوزها شديد شويه. امم. تمام، مش بيحب عيالها. امم. تمام. انا متجوزه، بحب جوزي جدا، بقيتش برتاح غير في بيتي، معايا 3 ولاد. كل حياتي مكرسة ليهم. هو قطعني عن الدنيا كلها، عن أهلي، عن ماليش عيال، عم ماليش صحاب، ماليش أي حد. يعني هو قصد حتى يعمل ده ولا انت اصلا مالكيش حد؟ لا، هو بيعمل كده. هو بيعمل كده، حتى هو يعني رافض ان انا اتكلم مع اي حد من من اهلي، من هما مثلا لو عمي كلمني، حد كلم، مش عايز حد يكلمني خالص. يعني هو قطعك عن عمامك، عن امك؟ اه، لا مش قاطعني عن امي. امك لا. مش قاطعني عن امي. امي لا، امي وابويا واخواتي لا. ما ابوك الله يرحمه. بس ابويا الله يرحمه. امك واخواتك عادي، لكن لو عمك اه خالك اي حد من العيله لا. لا، وتحديدا اي حد هو ما يعرفهوش. طب ما هو اكيد عارفهم تمام. كلهم، مش عارف عمامك؟ لا لا، مش هو عارف عمامي بس مش عارف كل العيله. تمام. تمام. هو من ساعة الخطوبة وهو بيكلم كتير، كان في تليفون بنات. هو علاقاته لا تتحد، يعني لا تتخطى الكلام. تمام. تمام. هو حنين غلبان، بس مع كل اللي حواليا مش معايا انا. تمام. اسلوبه معايا وحش جدا، معاملته ليا وحشة جدا. هو بيسافر بلد عربية، بيغيب سنة ونص بالكتير، بيرجع 3 4 شهور، بيبقوا كلهم عبارة عن نكد في نكد في نكد، ياه، يعني في بيبعد خناقات. عنكم كل، انت عندك ولاد 3 انت قلتي. اه بدل ما يجي يعوضكم يفرح معاكم بيبقى بينكد عليكم. اه، حرفيا نكد، حرفيا ضرب، شتيمة، إهانة. بسبب وطبعا ايه؟ هو بسبب في السنة التليفونات. ونص على طول عايش حياته بيكلم ناس. بيكلم ناس، عايش حياته، مش مهم احنا، مش مهم متطلباتنا، هو اكل وشربنا وخلاص. واوقات كتير الدنيا بتزنق معاه فبيخنقنا اكتر من ناحية المصاريف كمان. تمام. اخر مرة، كل ده كنت انا بعديه واقول نزوة وواحدة بيكلمها وخلاص مش مشكلة. اخر مرة الاجازة اللي قبل اللي فاتت، هو بيمسك تليفوني يقلب فيه حرفيا، لدرجة انا بتفرج على ايه على اليوتيوب، على جوجل، البحث، كل حاجة، كل حاجة بيشوف بيدور فيها. ده لما بينزل بيشوف. اجازة. لما بينزل اجازة. تمام. فهو شاف حاجات على التليفون عندي، دي غلطة انا غلطتها. انا شفت يعني 3 فيديوهات بالظبط كانوا عندي، كانوا مش مسجلين على تليفون، انا قلبت على جوجل فيهم. فيديوهات نوعها ايه يعني؟ آه حاجات وحشة. افلام اباحية يعني؟ اه دول كانوا عندك على التليفون انت شفتيهم؟ لا، مش عندي على التليفون، هم كانوا في فريق البحث عندي. عملت سيرش وجبتيهم؟ اه حلو، وشفتيهم؟ شفتهم. هو شاف انا ما مسحتش شاف ان انت بحث عن حاجات زي كده. عمل معايا مشكلة كبيرة ساعتها، وخناقات كبيرة، وقعدت اقول له انا ما غلطتش في حقك في حاجة، انا غلطت في حق نفسي وفي حق ربنا. ومن ساعتها انا عهدت نفسي بين ربنا ان انا شفت نفسي وحشة قوي قدامه، غلطت غلطة تخليني ان انا اخسر كرامتي واخسر حاجات كتير قوي. تمام. انا من ساعتها وانا عهدت نفسي ان انا ما اعملش الحاجة الغلط دي تاني.
ابدا، ولا حاجه في الدنيا تسمح لي ان انا اعمل حاجه غلط. وهو بقى تمام. كان جلاد يعني، ما صدق يلاقي لك غلطه. ما صدق. امم. تمام. عشت اسود 3 شهور في حياتي. يعني كان حرفيا من اول ما جه حرفيا. الاجازه لحد ما مشي وهو مسود لك اه ال3 شهور. حرفيا. رغم اني اعتذرتي وقلتي انا غلطت ومش هيحصل تاني وانا ما كانش ومش قصدي. هيحصل تاني. امم. وحلفني على المصحف على حاجات كتير، وحلفت له لان انا كنت صادقه فيها. طبعا دماغه سرحت بقى بحاجات وحشه. ده دماغه سرحت ان انا بكلم ناس فيديوهات وبعمل امم. حاجات كتير قوي. امم. حلفت له على المصحف فعلا ان ده كله ما حصلش. انا ما استجرأش ان انا اعمل حاجه زي كده. وهو بقاله قد تمام. ايه في الغربه دي وبيسافر قد إيه؟ يعني بقالك قد ايه اول مره؟ بقاله 10 سنين. 10 سنين بيجيلك كل سنه اه ونص شهرين 3. اه اه لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه في ال10 سنين دول ما فيش الحال، ما بيتغيرش، ما بياخدكوش معاه؟ مش عارفه. امم. اقول له اقعد يقول لي انا مش هقعد، ولا عشان خاطرك ولا عشان خاطر اي حد. حاولت ان انا اقعده كتير، ما فيش فايده. تمام. اخر مره بقى كان فيها، طبعا انا حاولت على قد ما اقدر خلال ان هو مسافر ان انا اظبط العلاقه بينا، او اخليه ينسى اللي انا عملته. في الفتره تمام. اللي هو سافرها بقى بقيتي تكلميه كتير اه وواخده بالك منه. هو ما بيدينيش فرصه ان انا اكلمه، هو مش فاضي طول الوقت، مش فاضي. امم. مش فاضي لي انا، مش طيب فاضي لبيته، مش فاضي لعياله. وصلتوا لفين يا فندم دلوقتي؟ وصلت ان هو لما جه المره دي بقيت اشوف شتات على التليفون بتاعته بينه وبين واحده انا ما اعرفش مين هي. تمام. طبعا كنت في فتره حملي وكنت تعبانه، كان في الفتره الاخيره. فاخدت جنب، يعني بقيت اشوف واسكت، بس كنت بعاتبه بقول له انا شفت. والكلام انت وصل بتعمل بينهم كده ليه؟ لفين؟ واصل ان هو بيطلب منها ان هي تتطلق عشان يتجوزها. يعني هو عارف واحده متجوزه متجوزه معاها اولاد. وعايز يخرب بيتها عشان يتجوزها هو. اه وهو ده اللي بيعاقبك عشان شفتي افلام اباحيه لا، ده بقالهم 7 سنين. كمان؟ بقى العلاقه اللي انا عرفته ان بقالهم 7 سنين، قايل لها كل اسرار بيتي. امم. انا عرفت منها هي، امم. انا خدت رقمها وعرفت كل حاجه منها هي. امم. بعت لها صورنا انا واهلي كلها. اي مناسبه كان بتحصل في بيت ابويا بتحصل هنا، بتحصل هنا عندها. كل حاجه حرفيا عندها، لغايه الاكله اللي انا عاملاها له قبل ما يمشي بيوم هي عارفه هي ايه. كل حاجه حرفيا عندها كانت عندها. وهي بتخون جوزها بقالها 7 سنين. اه طيب تمام. وانت لما عرفتي انا بقى كان رد فعلك ايه يعني؟ لما عرفت التفاصيل دي كلها هو كان نايم، انا صحيت قلت له قول لي ايه ده بقى. هو نسي كل اللي عامله وبيقول انت بتفتحي تليفوني بتلعبي في خصوصياتي ليه؟ هو انت مش عارفه ان انا بتكلم؟ عايزه ايه تاني؟ مالكيش دعوه، حياتي الخاصه مالكيش دعوه بيها. حياتي الخاصه مالكيش دعوه بيها. اه انا مش قادره اسكت، مش قادره ان انا اكتم قبل كده اكتر من كده، ومش عارفه اروح فين. مش عارفه ان انا اسيب عيالي ولا اسيب البيت، ولا اسيبهم في البيت وامشي لاهله. انا بقيت متلخبطه. طب ملوش اهل يتدخلوا يعني في الامر ده؟ ما حدش هو يتكلم؟ بيقول لك انا ماليش كبير، بابا متوفي واخوه الكبير اشتكيت له قبل كده في مره، قال لي انت تتعودي على كده، هو جوزك بتاع بناتك تتعودي على كده. فهو وبيني دلوقتي وبينك كنت هي القصه ما بقتش بس بتاع بنات، ده عارف ست متجوزه. يعني هو بيخرب بيت واحده عشان مصلحته الشخصيه. ما انا قلت له كده، قلت له انت ما بصيتش كل ما يتكلم معايا يقول لي انا مكفي. عشان كده لازم يشك يشك فيا فيكي فعلا. وياخد التليفون ويبقى عينه في وسط راسه، لانه كمان بيغيب كتير جدا. اخر حاجه عمل لي هاك على الواتساب عنده على التليفون. عشان يعرف بتكلمي مين. اه
انا ما عنديش اي مشكله، ما عنديش ادنى مشكله بكل اللي هو بيعمله. انت غلطة حياتك هو الفيديوهات الافلام اللي انت شفتيها. بس كده. تمام. وما طيب خليني كررتهاش تاني. عايزه اسالك سؤال بمنتهى الوضوح. غيابه اكيد اتفضلي. بيخليكي كست محتاجه زوجك، واكيد من دافع انك شفتي ده عشان طب انت هقول كان لك على عندك حاجه. احتياج ليه، صح كده؟ هقول لك. قولي لي. صح، بس انا هقول لك على حاجه. انا ممكن اكون محتاجه الاحتياج العاطفي اكتر من لاهتمام اكتر من الحاجه دي. مم. هو ممكن لو كان اداني دي ما كنتش انا لجأت لكده. مم. انا حرفيا دلوقتي بفكر ان انا اكلم واحد تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. لا ما هو ده عمره ما هيكون حل. انتقاما لا ليه. انت بتنتقمي من نفسك واحده واحده بس عشان ايه؟ والله انا ما يختلطش بيك الامور، عشان هو ده لعبه الشيطان. انتوا دلوقتي فريسه سهله بين ايدين الشيطان صراحه. هو عامل معاكم الواجب وزياده، عمال يلعب بيكم الكوره، لاعب بيه هو الكوره ومخليه سايب حلاله وبيروح لواحده متجوزه وعايز يطلقها وفاكر انه هيتهنى لما يخرب بيت انت واحد واحده. عارفه يا استاذه مروه المشكله دلوقتي في ايه؟ هي وعدتني ان هي مش هتكلمه. وجوزها يعني جوزها عرف قبل كده، شاف الشات بينهم قبل كده. حصلت مشكله ليها. وهي وعدتني، قالت لي يمكن ربنا بعتك ليا ان انت تعرفي يعني وتعملي كل ده عشان. انت كلمتيها كلمتها. واجهتها. وهي ما انكرتش اي حاجه. ومن ناحيتها انا مش قلقانه. هي خلاص ما عادتش بتكلمه. بس الرياكشن بتاعه هو بيعاقبني ان انا عملت ان انا قلت لها كده. حرمتيه منها. بالظبط. يعني هو اتعلق بيها. بيحبها، هو بيحب. انا شفت لهفه وخوف في عينيه عمري ما شفتهم في عينيه قبل كده. طيب نحسم بس نقطة معينة. فكرة أنا عايزة أعرف حد انتقاما ممكن. لا أنا فكرت إن أنا أنتقم منه، بس أنا مش هعمل كده. مش عشان ولا عشان خاطر ولادي، عشان خاطر نفسي وقبليهم وربنا. بس يبقى احنا كده متفقين كده بقى. متفقين. نقطة تلاقي بيني وبينك، احنا ما بنعملش كده. احنا ما بنعملش الناس بمعاملتهم القذرة. احنا عندنا أخلاق. هم كويسين. أيوة. هم وحشين، احنا عندنا اخلاق، عارفين ربنا. انا غلطت غلطه واحده بس انا ندمانه عليها. اوكي ربنا يا رب يبعد عينك يا رب عن اي شيء حرام. امين يا رب. يا رب امين يا رب. وعيوننا وايدينا وكل تفاصيلنا هتشهد علينا يوم الدين. فان شاء الله يا رب تشهد عليكي عينك بانك كنت بتنظري للحلال مش الحرام يا رب. فده خلاص امر منتهي، وكلنا بنخطئ يعني. ما فيش حد فينا ما انا قلت له ما بيغلطش. فانت ده غلطك وانت عرفتيه، الحمد لله يا رب. لكن اوعي يلوثك باللي بيعمله. اوعي يلوثك. انت عارفه يا استاذه مروه لما قلت له انا هروح لاهلها لباباها. وقبل ما اكلم عارفه قال لي ايه؟ قالها لي كده حرفيا: هتوسخي معايا هروح اوسخ معاكي، ومش هنا عند اهلك، هناك في الحته اللي انت هتروحي تقعدي فيها. يعني بمعنى صح هفضحك وسط اللي هناك. وهو اللي انت عملتيه قلت له لو هو ما زودش عليه مش فضيحه يعني. اللي انت عملتيه غلط، لكن انت ما عرفتيش حد غيره يعني. الا لو هو أيوة. هيعمل بقى شويه بهارات، هيضيف شويه بهارات. لا هو مش هيقول شويه بهارات، هو هيقول ده حقي انا شفتها بتتفرج. بس ده اللي هيقوله. اولا انا شايفه انا قلت له الظلم الاكبر اللي واقع عليكي فكره انك موافقه ان جوزك يبقى بعيد عنك سنه ونص. انا بالنسبه لي مش بايدي، انا مش موافقه يا استاذه مروه. لما بتكلم معاه واقول له تعالى هنعيش على قدنا كده كده. واحد بقى له 10 سنين ما عملش قرشين يعمل مشروع ونلم الدنيا ونلم الشمل ويشوف ولاده. هو ايه ليه في ولاده؟ هو ولاده اصلا ما يعرفوهوش. انا متاكده ان ولاده بيبقى اسود ايام عمرهم الشهرين 3 اللي قاعدهم فعلا. ما هم ما يعرفوهوش. هو الاب بس ATM ولا فلوس بتتبعت؟ الاب حياه وسند وظهر وممارسه حياه يوميه، وبيشوف مشاكل عياله وبيشوف بنته وبيشوف ابنه وبيشوف مدارسهم. هو كلامه خلاص. ده بني ادم عايش لنفسه، ويا ريته ده ربنا طامس على قلبه، سايب الحلال وسايب مراته وعمال يجري ورا نزواته هبل، واللي متجوزه وفاهم ان ربنا هيهنيه بست متجوزه عايز يخرب بيتها. مفيش راجل وست. مفيش راجل وست كانوا متجوزين. مفيش راجل وست. هو خان مراته وهي خانت جوزها عشان يجتمعوا وهيتهنوا ازاي اصلا وهم خاربين بيوت ناس تانية؟
انت يا بنت الناس حلك الحاجه الوحيده، لا ترمي طوبه الراجل ده ودي عايشه عشان ال3 عيال، وعشان انت بتقولي انا ماليش حد وما ينفعش، وامي متجوزه وابويا مات ومالناش ورث، وانت خلاص شايفه ان الدنيا كلها الاكل والشرب اللي بياكلهولك، خلاص عيشي وانسيه بقى. يعرف بقى لا انا في مكان ابويا في مكان اسيب لي اقعد فيه، وقادره اشتغل وقادره اسيب وامشي، بس انا مش هين عليا اسيب عيالي. طيب انت حل من الاثنين، لا اما هو ضامنك بزياده فبيعمل فيكي ما بداله، خدي موقف، ما بنقولش تطلقي بس خدي موقف، خدي موقف. انا ليه الذل والظلم يعني؟ ما تاخدي موقف، عندك مكان ومش هتغلبي في لقمه اكيد، ربنا مش هينساكي، خدي موقف، قولي له خلاص تعالى استقر في وسطنا، تعالى اقعد معانا، ما ينفعش احتياجك انك تشوفي ما حرمه الله، ده جرس انذار مهم جدا يخليه يستقر في مصر ليكي وليه، وده حقك على فكره. الست اللي تطالب ان جوزها يبقى جنبها عشان ده حقها الشرعي، ده حقها. وسيدنا عمر بن الخطاب لما سأل بنته قالت له اقصى مده لبعد الراجل عن مراته 6 شهور، مش 1.5 سنة، مش 3 اضعاف المده، وده ايام يا ريت الحروب، ايام الحروب والغزوات. يا ريت هو شايف كده. طيب انت هو مش شايف؟ هو مش شايف كده. هو مش شايف، شوف انت، هو عارف انه سايبك، هيغيب 1.5 سنة هيرجع يلاقيكي. انا كل ما اكلمه اقول له انا محتاجه لك، انا محتاجه كلمه حلوه منك عشان خاطر عيالنا، عشان خاطر بيتنا، انا محتاجه لك. لا هو بقى ما فيش، انا مش حاسه ان انا متجوزه، مش حاسه معايا راجل، مفيش، مش حاسس. زي القرع بيمد لبره، بيروح يدي العواطف لبره، ويعرف واحده ست متجوزه ويخرب بيتها، وربنا مش هيكرمه. عشان كده بيتكم مش عمران، عشان هو بني ادم وحش، وهتلاقي الشك بيزيد والغيره بتزيد واللوم بيزيد والمراقبات بتزيد، عشان هو مش كويس، عشان هو بيعمل غلط، فهو اوتوماتيك عارف انه هيتردله، فخايف بقى عايز يعمل فيها ناصح. فارجوكي خدي موقف، ليكي مكان، قولي له انا مش هقبل، انت كده كده مش موجود في حياتي، طلقني، خلاص انت مش موجود، عادي مفيش مشكله، طلقني وانا هعيش بعيالك، بس ابقى متصالحه مع فكره انك مش موجود، على الاقل ما تبقاش ليك كلمه، ولا تقعد بقى تراقبني، ولا تقعد تحاسبني. انا ممكن ربنا يكرمني براجل يبقى جنبي ويعوضني ويبقى معايا. لو انت مش عايزه تقولي الكلام ده عشان ما تتفهميش غلط، ما تقولوش، بس قولي له انا مش راضيه بالوضع ده، والوضع ده ما يرضيش ربنا، وانا سالت شيخ وقلت له انا محتاجه، وروحي اسالي في دار الافتاء، انا محتاجه زوجي جنبي، وزوجي يقدر يعيشنا في مصر حتى لو هنعيش اقل من كده انا راضيه، بس انا محتاجاه جنبي، وهو رافض ياخدني في الغربه، وانا مش عايزه اكمل اني متجوزه بالاسم لكن الحقيقه لا. وقال لي لو من حقك ان انت تغضبي وتقولي لا وتطلقي، وانا مش عايزه اكمل معاك. اعملي موقف ووقفه، لعل وعسى ان الوقفه دي هي اللي تعدل المايل، لكن الاستسلام والسلبيه وان انت اخرك بتروحي تقولي له طب انا محتاجاك، طب انا عايزاك، طب انا نفسي في كلمتين حلوين، هو مش من الناس اللي قدروا يقدروا مشاعرك وقدروا يقدروا احتياجك. هو واخد، تخيلي ان هو خد موضوع الافلام اللي انت اتفرجتي عليها، بدل ما يعالج الامر ويقعد مع نفسه يفكر ويقول انا بعدي عنها خليها تلجأ لده وتشوف ده وتشوف ما حرمه الله، وهي ست في الاخر وليها مشاعرها، لا ده ما فكرش الاتجاه ده، فكر في الاتجاه الزباله، يبقى هي كانت بتعرف ناس، يبقى ممكن تكون بتخني، هو ده اللي فكر فيه، ما لمش نفسه على بعده، ما قالش انا لازم اكون جنبها، انا لازم الم شمل عيالي ومراتي، انا لازم احتضنها، ما لمش نفسه. اعملي وقفه تكون قويه وليكي حقوق، عارفه لو ما بيخونكيش حتى، وانتي كست محتاجه وجوده جنبك، وهو يقدر يبقى موجود وما بيعملش ده، يبقى ده ظلم واقع عليكي، وما ترضيش بالظلم. والله يا استاذه مروه انا بطلب ان هو يكون معايا بكلمه بس، لا مش كلمه بس، مش بحاجه، لازم يكون موجود. انت كست طالما لجأتي انك تشوفي ده، يبقى عندك احتياج وما تنكرهوش ومش عيب، احتياج عاطفي واحتياج ست الراجل متجوزاه. فطالما ده حصل وفي قدره انه ياخدك او يرجع لا اما ياخدك، ايه المشكله؟ طالما كان عنده قدره انه يطلق واحده من جوزها عشان يتجوزها، يعني كان عندك قدره تفتح بيت تاني، لا خلاص يا حبيبي فلوسك كتير، ارجع بقى واستقر بقى، عيالك عايزينك، عيالك بيكبروا وما بيصغروش، عيالك محتاجينك في حياتهم، انت كست مش هتقدري عليهم لوحدك. فخدي موقف، لعل وعسى الوقفه دي تبقى حل، والله اتحلت الازمه ورجع، او حل الازمه خير وبركه، ما اتحلتش وتقدري انك تنفصلي عنه انفصلي،
وده مش عيب، ولازم تدوري على راحتك، لازم تدوري على راحتك. ولادك ما شاء الله هيفضلوا معاكي وليكي حقوق تاخديها وكامل حقوقك خديها، بس انا واثقه ان هو هيتعدل لما هيحس انه هيفقدك بجد، لان العيب هنا انه ضمنك، والقصه كلها انه متاكد انه مهما عمل فيك انت موجوده، فخليه شويه يحس انه هيفقدك حقيقي. بشكرك وربنا يعدل الحال للجميع يا رب العالمين. وارجوكم رجاله كفايه ظلم. انا مش فاهمه والله، دايما بقول الجمله دي وانا نفسي حد يجاوبني. يعني ايه اتجوز راجل لو عشت معاه 30 سنه اشوفه فيهم 30 مره، عشان هو في ال30 سنه بيسافر كل مره سنه، سنه ونص او سنتين، وبيجي لي في السنه ونص سنتين شهر، فشوفوا 15 شهر على مدار 30 سنه. يا فرحتي ابقى عايشه معاه 30 سنه وبشوفه 15 شهر على مدار 30 سنه، يعني ما كملتش السنه، سنه و3 شهور بالظبط. ايه ده؟ هو انا مش فاهمه يعني ايه الجواز اللي هو ده جواز؟ هو ده جواز؟ اصل الظروف صعبه، ظروفك صعبه واتغربت لك 3-4 سنين، ارجع شوف عيالك ومراتك، لا اما خدهم معاك. الرزق هيقل شويه يقل، كفايه طمع وجشع وتكويش، هيقل شويه ما يقل. هتيجي هنا تشتغل وظيفه اقل بمرتب اقل بس في حضن عيالك، بتنام بالليل ومراتك مكفيها ومش مخليها محتاجه حاجه، مكفيها مشاعر، مكفيها مشاعر. لكن مش قادره افهم المنطق اللي يخلي واحده تقبل انها تبقى متجوزه راجل بتشوفه في كل سنه سنتين مره. ايه العذاب ده؟ ليه يعني؟ هو انت مش بني ادمه حبيبتي وليكي حق على نفسك؟ مش بني ادمه وليكي حق ان يبقى ليكي راجل؟ مش هتشوفي صاحبتك وجارتك وهتقارني وهتقولي اشمعنى؟ مش هتلاقيهم في المناسبات في ايديهم في ايد بعض وبيرقصوا وبيفرحوا، لكن انت لوحدك طول الوقت وثلاث ارباع الحياه بتواجهيها لوحدك، وانت الاب والام، وتلامي كمان لو عيل من العيال عمل حاجه وبقى في مشكله عنده، انت اللي بتلامي. وهو بيقول لك ما انا ببعت لكم فلوس، لا مش عايزه الفلوس، عيشوا اقل من بمستوى قليل بس في دفى وانتوا مع بعض، احسن من اللي قاعد يسافر عمره كله سايب عياله ومراته ويروح يخون مراته. يعني انت كمان واحده مستحمله غربتك وانت اللي بتخونها؟ ايه الظلم ده؟ ما بتخافوش من ربنا؟ ما انتوا هتسالوا على الكلام ده، هتسال على الست اللي انت راميها زي الكنبه في البيت وبتجيلها كل شهرين تنكد عليها في فتره اجازتك. فيعني اتمنى يكون في حل، لاخد مراتي لارجع، عملت قرشين اجي اعمل مشروع في بلدي، اتمنى عشان حرام بجد. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.